يا مساء الخير او صباح الخير اخواتي بقى، عاملين ايه؟ وزي ما احنا كده متعودين، وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما ننساش بقى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده كده انا جاي لكم بقى كده بمشروب عالمي قوي، مشروب بقى كل الناس بتحبه وبيطلب مني كتير في الشتاء على طول على طول على طول، وان شاء الله ده اللي هتعملوه في البيت بنفس الطريقه اللي اقول لكم عليه قوي. هعمل لكم النهارده مشروب جديد اسمه نسكافيه سينابون، نسكافيه سخن بطعم السينابون اللي بناكله. تعالوا بقى موريكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا، وهنكون مجهزين الخامات بتاعتنا اللي هي عباره عن لبن ونسكافيه وصوص كراميل وسكر وقرفه مطحونه، ولو موجود قرفه عيدان مثلا زي دي يبقى تمام، لو مش موجود خلاص مش مشكله. اول حاجه هنحط الخامات بتاعتنا في الكنكه. السكر هيبقى حسب الرغبه، انا حطيت معلقه ونص سكر او معلقتين صغيرين، تمام قوي. بعد كده هنجيب القرفه المطحونه بتاعتنا وهنقوم حاطينها، وهنسيب عود القرفه كده على جنب لغايه ما نخلص خالص. بعد كده هنجيب النسكافيه بتاعنا، واكيد مش هيكون عندنا النسكافيه الكبير ده في البيت، ممكن نجيب ظرف نسكافيه بمعيار معلقه من المعلقه الصغيره، او معلقه مثلا وسنه صغيره خالص كده، يعني معلقه وربع معلقه كمان وراها. بعد كده هنكون مجهزين صوص كراميل. صوص الكراميل لو مش متاح في البيت ممكن نشتريه من اي سوبر ماركت، يعني هيبقى موجود يعني. وهنقوم نازلين كده بمعيار معلقه كبيره من صوص الكراميل. طبعا زي ما انتم شايفين هو نازل اهو تقيل، وده المطلوب يعني، تمام قوي كده. كده احنا حطينا في معيار معلقه كبيره من صوص الكراميل. بعد كده بقى هنحط بقى كوبايه لبن، هنحط كوبايه لبن بمعيار الكوبايه اللي عندنا في البيت، تمام قوي كده. بعد كده بقى هنقوم اخدينها كده ومنزلينها على النار، ونسيبها على النار بقى لغايه لما تتغلى معانا. بس اهم حاجه اول لما يدفى، اول لما ينزل على النار كده نقوم مقلبين علشان الخليط اللي احنا حطيناه ده كله يدوب كده في بعضه. واول لما يبتدي يدفى معانا نقوم مقلبين كده شويه ونسيبه بقى لغايه لما يغلي كده ويدينا الغليان بتاع اللبن خالص. وهو على النار بقى عقبال لما يغلى كده هنكون مجهزين كمان كده كراف صغير من اللبن، وهنقوم حاطين كده في معيار نص كوبايه لبن كفايه قوي. بعد كده بقى هنقوم اخدينه عند البخار كده علشان نفوم اللبن بتاعنا. وطبعا اللي بيصورني دلوقتي المساعد بتاعي، هو اللي بيصورنا على طول، فاحب احييه واقول له شكرا جدا جدا على تعبك معايا قوي. وانا بنظف الاستيمر بتاع البخار، انت بتنظفه كده زي؟ لا اتكلم، قول للناس. بتعلم منك طبعا يا شيف. انت متاكد؟ اكيد طبعا. اهم حاجه ان احنا ننظف ورانا الشغل كله يعني. اكيد طبعا، تمام، ما نسيبش اي حاجه ورانا، ما نسيبش اي اثر اللي احنا نبدأ بقى كده نفوم اللبن بتاعنا. دي التكة بتاعتنا يعني. المرة الجاية هعرفكم بيتعمل ازاي في الخلاط. نمسح كده ورانا. واهم حاجة بالنسبة لي هنا النظافة، لازم تكون نظافة يعني. قبل ما اعمل الطلب لازم ننظف كويس جدا علشان الحاجة بس تطلع مظبوطة قوي. اهم حاجة انا هوريكم دلوقتي الفوم اللي احنا عملناه على البخار عامل ازاي. وطبعا دلوقتي بقى اكيد النسكافيه السينابون خلص، واهو الوش بدأ يطلع معانا وتمام قوي كده اهو، زي ما انتم شايفين بيطلع اهو. طبعا ريحته بقى ما اوصفلكوش، تمام كده قوي. هناخده بقى كده نسحب كده من الرمل من تحت،
ونحطه جنب الفوم. تمام. بعد كده بقى هنقوم جايبين الكوبايه بتاعتنا، ندب كده كام دبه على النسكافيه السينابون. بس خلينا شم كده. طبعا ريحته بقى ايه، ريحته حاجه كده عظمه، يعني ريحه كاننا بناكل السينابون اللي بناكله ده هو الوقت احنا هنشربه. ويا ريت تعملوه كده في البيت بالظبط عشان يطلع نفس الجوده بتاعه السينابون والكواليتي بتاع السينابون اللي بناكله. تمام قوي. بعد كده بقى هنجيب الكوبايه هنحط بقى اللي احنا عملناه ده في الكوبايه اهو. تمام قوي كده. طبعا احنا كده خلصنا النسكافيه السينابون. نخش بقى على الخطوه الثانيه. هنجيب بقى الفوم اللي احنا عملناه، وزي ما انتم شايفين اهو هنحط بقى كده من فوق الوش الفوم كله اهو. اهم حاجه ان هو يعني في النسكافيه السينابون لو احنا مش قادرين نعمل الفوم اللي انتوا شايفينه ده ممكن ما نعملوش، يعني مش شرط اللي احنا نعمله. حاجه بقى كده ايه، حاجه عظمه، يعني ما اقدرش اوصف لكم مدى المشروب بصراحه، الطعم هنقوم جايبين بقى كده ايه بسكوت اللوتس اللي انتوا شايفينه ده، والمفروض ان انا احط مكسرات بس للاسف المكسرات عندي خلصت، فهجيب بسكوت لوتس كده وهقوم راشش كده من فوق الوش كده، يعني معلقتين بالظبط اهو بس كده خلاص. بعد كده هجيب شويه قرفه مطحونه وهرش كده رشه صغيره كده فوق الوش. طبعا الطعم خيالي. وعود القرفه اللي احنا جبناه هنحطه كده فوق الوش نزين بيه. وطبعا بقى ما اقدرش اوصف لكم الطعم والريحه عامله ازاي في الشتاء بالذات، يعني المشروب ده اساسا كل الناس هنا في الكافيه بيطلبوه مني بالذات في الشتاء. شغال معايا يعني نار. يعني طبعا ننزل بقى كده بصوص الكراميل، وده طبعا اختياري مش اجباري، وهنقوم كده مزوقين حسب يعني الشكل اللي احنا عايزين نعمله. تمام او كده. وهو ده بقى المطلوب زي ما انتوا بقى شايفين، هو ده العظمه، ده بالظبط نفس الجوده اللي انا عملتها لكم ديت، هي دي اللي بتنزل للزبون. يعني مش عشان انا بصور فاحنا ممكن مثلا نبتكر فيه، لا، هو ده الشكل اللي بينزل للزبون بنفس الشكل ده بالظبط وبنفس الخامات اللي انا قلت لكم تعملوه ازاي. هو ده المنظر اللي بنشتغل بيه. طبعا الطعم والريحه ما اقدرش اوصف لكم الجمال. يا ريت كلكم بقى تجربوه في البيت تحت البطانيه كده واحنا بنتفرج على التلفزيون. وما تنسوش اهم حاجه تعملوا شير واشتراك للقناه، وما تبخلوش علينا باللايكات الحلوه بتاعتكم علشان دي بتفيدني ان انا انزل لكم فيديوهات كل يوم، فيديو جديد لما اشوف الدعم بتاعكم. ما تنسوش تعملوا اللي قلت لكم عليه. بس خلاص.